أهلا بكم متابعي قناة ملوك الدواجن. اليوم نتكلم على أسباب موت الكتاكيت الصغيرة. طبعا من أهم أسباب موت الكتاكيت الصغيرة هي تعرضها لدرجة برودة عالية، أو بسبب تعرضها لتيارات هوائية مباشرة، خاصة في الأيام الأولى، يعني من عمر يوم إلى 10 أشهر. ضروري تكون العناية بالفراخ عناية جيدة. عدم تعرض الفراخ للتيارات الهوائية ودرجة البرودة العالية، لأن الفرخ يحتاج إلى درجة حرارة حتى لأن جسم الفرخ إذا تعرض إلى البرودة فيموت مباشرة. وأيضا من أهم الأسباب هو سوء التغذية. الفراخ الصغيرة بعمر أيام يجب أن نقوم بتغذيتها تغذية جيدة خلال الفترة الأولى حتى تكبر تدريجيا. يعني من بعد 10 أيام أو 15 يوم ممكن أن تأكل أي شيء، ولكن خلال الفترة الأولى فترة الأيام الأولى يجب أن نطعمها مثلا الحبوب الصغيرة. يعني إذا كان عندك حبوب كبيرة نقوم بجرش أو طحن الحبوب إلى حبوب صغيرة ونقدمها للكتاكيت الصغيرة، أو نقدم لها الديدان. طبعا الديدان هي تعتبر الوجبة المفضلة للكتاكيت الصغيرة. الديدان بشكل عام، دود القبابي أو ديدان الأرض أو الجراد، هذه كلها تعتبر وجبات جيدة وتعطي الفراخ الصحة خلال فترة الأيام الأولى. في هذا المقطع طبعا ذكرنا لكم أهم الأسباب التي يموت فيها الكتكوت، وهي تعرضه لدرجة درجة برودة عالية وسوء التغذية. طبعا سوء التغذية أو إطعام الفراخ الكتاكيت أي طعام مثلا يسبب لهم الإسهال يقتل الكتاكيت مباشرة. فضروري جدا أن نركز على التغذية خلال الفترات الأيام الأولى. هذا ونتمنى لكم الفائدة وإلى اللقاء.